بس تبتدي تاكلي مش عايزه توقفي اكله. اهلا بيكم في اكله وضحكه. لو عايزه تاكلي حاجه حلوه صحيه ومغذيه من غير تعب ولا مجهود وبمكونات بسيطه، والاحلى من ده كله انها بتاخد دقايق وتكون جاهزه. انتوا جاهزين؟ يلا بينا. ودلوقتي انا جبت 3 كوبايات زبادي، كوبايات المعيار زبادي يوناني. بجيب زبادي يوناني عشان فيه نسبة بروتين عالية وفي نفس الوقت انا مش عايزة سوائل. هناخد عليهم قشطة، حط على كل كوباية معلقة كبيرة قشطة، دول 3 معالق قشطة، وكمان رشة فانيليا. هتقلبيهم شوية حلوين لغاية ما الخليط كله يمتزج مع بعض. ودلوقتي اهو بعد ما خلطت حلوة قوي القشطة مع الفانيليا بالزبادي، هنزل بكوباية ونص، دي كوباية ونص مانجا متقطعة. لو ما عندكيش فريش ممكن تستعملي مجمد، بتطلعيها قبلها بربع ساعة يفك شوية. هنحط، انا جايبة كوباية ونص مانجا مقطعاها قطع صغيرة، ومعايا كمان كوباية ونص عيلة التوت. ممكن تحطي فراولة، ممكن تحطي توت احمر، توت اسود، المتوفر عندك. برضو جايبة كوباية ونص، بس ده ما عنديش فريش، ده مجمد، سبته يطلع شوية لغاية ما يهدى كده من السقعة اللي فيه. دلوقتي لو عايزة تحطي موز، انا هحط على نص موز. احنا عندنا في جزء ما بيحبش الموز، ادي مقطعة الموز تحطي له بس سنة ليمون عشان ما يسودش منك. وادي اهو طبقنا. بصوا بعد ما حطيت الفواكه كلها حطيت رشة قرفة. القرفة ده حسب المزاج، بس حاولوا ما تكتروهاش قوي، احنا يا دوبك عايزين نكهة القرفة. ودلوقتي هنحط عسل. طبعا العسل زي ما انت عايز، حطي الكمية اللي تعجبك. واخر حاجة هنزل بالمكسرات. المكسرات اللي عندك، انا عندي فستق، عندك فول سوداني، اوكي، لوز، المتوفر عندك. طبق مغذي صحي. انا حطيت في الاول عسل ودلوقتي هنزل زودت شوية عسل من فوق. بقى جمال الطبق. ودلوقتي خلاص اهو طبقنا جهز. بصوا دلوقتي هنجربه سوا. ادي اهو، هتسيبيه ربع ساعة وبعدين تبتدي تاكلي فيه، عشان الفواكه المجمدة لما بتبرد بتهدى شوية بتنزل صوص، بتخلي اللون كده. هوريكي اللون بتاعه وتداخل الألوان والمكسرات. بصوا منظره. ودلوقتي هنجربه سوا اهو. رائع بجد، جربوه. حاجة صحية ومغذية وبتشبع، جربوه مش هتندموا. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم، واشوفكم المرة الجاية. يلا باي. اتفضلوا معايا.